ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى واشنطن، تم إبرام العديد من العقود مع شركات كبيرة على مختلف المستويات، سواء كان في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وسواها. وفي الجانب العسكري تم إبرام عقود مع شركة داينامكس بصناعة الدبابات، حيث سينقل المعمل إلى بغداد، أحد معامل دبابات البرامز. وكذلك أيضا وقع العراق عقد مع إحدى الشركات الخاصة بالدرونز، وهذه هي العقود التي تتعلق بالتسليح. أما الجوانب الأخرى كما قلت هناك اتفاقيات عديدة عقدت، واليوم رئيس الوزراء في هيوستن، ولاية هيوستن، لغرض اللقاء مع الشركات النفطية، ويتوقع أن يتم أيضا دعوة تلك الشركات وربما إبرام عقود مع بعضها للعمل في العراق.